شوفني قبل 10 دقائق او ربع ساعه، انتوا هتشوفوا الحلقه بعدين مسجله، نشر منشور يعرض فيه بيع ادواته، الادوات اللي بيشتغل بها، الاضاءات والمايكات والكاميرا وكل المعدات والرينج لايتس وهذا كله اللي هو بيشتغل بيه، اللي هو مصدر رزقه، اللي بيطلب الله به، اللي بيصنع به المحتوى. عرضوا كله للبيع. ليش؟ كتب لظروف شخصيه ولظروف صحيه. ابنه مريض اعتقد، لانه سابقا شفت له منشور يتكلم على انه ابنه ولد ولاده مبكره وعنده مشاكل صحيه. هذا هو حال المشاهير في اليمن. شفتوا المشاهير اللي البعض يحسدهم ويتنمر عليهم ويجر وينبر في لقماتهم، هذا هو حال معظمهم. اللي قد خرج هرب من البلاد، واللي مش عارف كيف يستلم ارباحه، واللي شغال وما يكفيه الدخل. وانت طبعا اهلا بك في اليمن، لا في جهات ولا مؤسسات ولا قنوات ولا جهات حكوميه تدعم المشاهير. والسؤال هنا، انت يا حسن تبيع ليش؟ تبيع ليش اصلا؟ انا لو معايا رقمك كنت اتصلت لك الان. تبيع ادواتك ليش؟ وانت عارف انه الناس كلهم بيحبوك ومعاك. انشر حسابك الكريمي بس، وقسما بالله لنرد لك السلم اطلع. ما رجال الا برجال، مش عيب. هذه هي المواقف اللي يبان فيها الرجال ويبان مين معاهم، وتبان شلاليات. شوف قد يكون اقرب انسان لك وقت الازمه ما تلقاه، اللي انت كل يوم معه، وقد يكون واحد في اخر الدنيا وقت الجد تلقاه، وانت معك كثير ناس بيحبوك. وهذا الكلام ليس استعراضي وليس انشائي وليس بحث عن الترندات. انتوا عارفيني انا بصنع ترندات، ولكن لانه عيب وحان الوقت انه الجميع يقف مع بعضه. انتم مش شايفين المشاهير بيتساقطوا واحد ورا الثاني؟ لا تبيع ادواتك، انشر حسابك الكريمي والناس كلها معك.